السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واجمل اخواتي، يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا النهارده نعمل تورتة الفراولة في البيت زي ما بنشتريها من بره واحسن كمان، بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان لو عندك اي مناسبة هتنفع معاكي. وكمان التورتة بتاعتنا النهارده ب3 بيضات بس، هنعملها ان شاء الله من البداية لغاية التجليز، وان شاء الله مش هنستخدم فيها ادوات كتير، وادوات متوفرة عند كل ستات البيوت، مش لازم تكوني محترفة، وكمان مش لازم يكون عندك ادوات خاصة بالكيك. 4 طبقات كده، ومحشية كمان بتوبنج الفراولة، طعمها فوق الوصف، طعمها حلوة جدا، وكمان تنفع في اي مناسبة عندك، في عزومة تكون مهمة عندك، تقدري تعملي التورتة بتاعتنا ب3 بيضات بس. يلا بينا على طول ندخل في الوصفة ونشوف المقادير. لكن قبل ما نبدأ حابة افكركم انزلوا تحت الفيديو، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل، ويلا بينا على طول. مبدئيا كده هنبدأ بالكيكة بتاعتنا، وهقول لكم ليه واحنا شغالين لازم اول حاجة نبدأ بيها الكيكة، وعشان انا بسرعة الفيديو علشان وقت الفيديو فكتبت لكم المقادير كده على الشاشة وهسيبها مستمرة شوية. وهنتكلم ان شاء الله النهاردة عن المكونات باستفاضة. اول حاجة في البولة دي نزلت بكوباية من الدقيق، لو استخدم مج شاي العادي بنستخدم مج مساح، لكن لو هنستخدم الكوباية المعيارية بنستخدم كوباية ناقصة معلقة. كمان نزلت عليهم بمعلقتين كبار من النشا، ما يعادل تلت كوب. وكمان نزلت عليهم ب3 بيضات، والبيض هنا لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، مش ما ينفعش يكون من التلاجة. وكمان نزلت عليهم بتلت كوباية من المية، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة كده من المحسن الكيك الجل. ده محسن كيك جل نوعيته المتحدة، انا بستخدمه على طول، بيديني نتيجة هايلة جدا. كمان نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. النهاردة بستخدم الفانيليا السائلة لان هي بتديني ريحة وطعم حلو جدا للكيك بتاعنا، وهي دي الفانيليا اللي بيستخدموها في محلات الحلويات. وكمان ما تنسوش ان في معلقه صغيره من البيكنج باودر كنت ضايفاها على الدقيق. بضرب المكونات بتاعتي كويس جدا حوالي 5-6 دقايق لغايه لما اوصل معايا القوام ده. بعد كده بجيب الصينيتين بتوعي ويكون حجم واحد، واكتب لكم مقاس الصينيه ان شاء الله في صندوق الوصف. هنزل بالخليط بتاعي في صينيتين لان عايزاه ياخد وقت قليل في الفرن. وهنا بقى قدامكم اختيارين، يا اما بتنزلوا بالخليط ده كله في صينيه مقاس 25، يا اما بتنزلوا بيه في صينيه، في 2 صينيه، الصينيه الواحده مقاسها 16. الصواني بتاعت النهارده مقاسها 16. بنزل كده بالخليط، وقبل ما ببدأ ضرب في الكيك بكون مشغله الفرن على نار هاديه جدا على درجه حراره 180. والناس اللي ما عندهاش التايمر او الوقت بتاع الفرن تقدروا تعملوها على درجه حراره تكون هاديه، اللي هي زي الكيكه العاديه ما بنعملها. بنحط الشبكه في الرف اللي تحت خالص، وبندخل الصينيتين بتوعنا، ما بياخدوش معانا في الفرن حاجه، بياخدوا حوالي من ربع ساعه ل 20 دقيقه، مش بياخدوا وقت كتير طبعا على حسب الفرن بتاعي. اول ما بيطلعوا معايا هما في الصواني لسه بغطي عليهم كده بفوطه مطبخ نظيفه او بحاجه تقيله، وبسيبهم لغايه لما يبردوا خالص. ويفضل ان هما احنا نبيتهم لتاني يوم. ده المنشار اللي هقطع بيه الكيكه بتاعتي، بثبته كده عند اول درجه زي ما انتوا شايفين كده، هو مدرج، فانا بثبته عند اول درجه. وعشان نقطعها تقطيعة كده منتظمة، بنثبت كده المنشار بتاع الكيك على الرخامة او الكاونتر اللي انت شغالة عليه، وبنبدأ ان احنا نحك كده في الرخامة واحنا ماشيين، ما تخلوهوش يطلع وينزل، علشان تطلع معانا الديسك منتظم بالشكل ده. الكيكه دي ما ينفعش نشتغل فيها خالص وهي سخنه، او حتى وهي دافيه، فبنسيبها كده لتاني يوم، يعني عشان تاخدي نتيجه هايله وتطلع منتظمه معاكي بالشكل ده، بتسيبيها لتاني يوم. كل صينيه من دول بقطعها على ديسكين، فبيطلع معايا 4 ديسكات. وانا عملت معاكم الكيكه الاسفنجيه دي اكتر من مره، اكيد اللي متابعني عارف الطريقه وحافظها، وكمان عامله فيديو مخصوص عن الكيكه الاسفنجيه موجود على القناه، سيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بينا نجهز الكريمه. في طبق كده حطيت ربع كوبايه من الكريم باستر، وحطيت عليه بربع كوبايه من الميه، قلبتهم كويس كده وهسيبهم على جنب، وقال لكم البديل بتاعه واحنا شغالين. والكريم باستر ده سعره مش غالي، وبيدي الكيكه قوام حلو جدا وتماسك، وكمان طعم حلو جدا، وبيشتغلوا بيه في محلات الحلويات. هركن كريم باستر على جنب، ويلا بينا نجهز الكريم شانتيه. انا كنت عامله تورتيتين نفس الحجم كده، فاستخدمت كوبايتين من الكريم شانتيه. لو هتعملوا تورتيه واحده فبتعملوا كوبايه واحده بس. حطيت كوبايتين كده من الكريم شانتيه، ولكل كوبايه حطيت عليها كوبايه مليانه من الحليب المتلج او الميه المتلجه. انا حطيت كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه، ولازم يكونوا متلجين كده طالعين من التلاجة او الفريزر. نزلت بالكريم بس اللي احنا محضرينه من شويه على الكريم شانتيه، والتحليه هنا او السكر حسب الرغبه. انا ضفت كمان فانيليا سائله، وكمان ضفت نص كوبايه كده من السكر. والكريم باستر ده طعمه مسكر جدا، فما تكتروش في السكر علشان ما يكونش الطعم بتاعها سكر زياده.
بنضرب كده الكريمة بتاعتنا على أعلى سرعة للمضرب لغاية لما نوصل للشكل المتعارف عليه بتاع الكريمة اللي هو بالتماسك والشكل ده. استخدموا الكريمة تكون القوام بتاعها مش خفيف علشان ما تبهدلكمش الدنيا وتطلع معاكم التورتاية منتظمة وزي اللي بتشتروها من بره وأحسن كمان. وده بيكون قوام الكريمة اللي هنشتغل بيها، ما تستخدموش الكريمة سايحة علشان ما تبهدلكمش الدنيا. هجيب كده اول ديسك من الكيكه اللي احنا عاملينها وهبدا حطيت الكريم شانتيه بتاعي في كيس تلاجة بقى او اكياس حلواني من اللي هي الاستعمالي الواحد ده، وببدا احط طبقه كده من الكريم شانتيه، هفردها كده حاجه بسيطه. وهاجي كده على الجوانب واعمل كمان زي سور كده علشان لما نحط توبنج الفراوله ما يطلعش معانا كده وما نعرفش نقفل التورته في الاخر ويطلع معانا بره واحنا بنجلس التورته من بره. بنجيب كده التوبنج بتاعنا وبنحط طبقة كده على حسب بقى الرغبة، عايزين تحطوا كتير عايزين تحطوا طبقة بسيطة بتحطي على حسب ما بتحبوا. بننزل كده بتاني طبقة من الكيك، هنعمل نفس اللي عملناه في اول طبقة لكن في هنا خطوة نسيت اعملها في اول طبقة، ان انا اسقي طبقات الكيك. فانا سقيت طبقات الكيك بشربات حلويات خفيف جدا، وبعمل نفس الخطوات اللي عملناها في اول طبقة. لما بنسقي الكيك بشربات حلويات خفيف بيفرق معانا جدا في هشاشة وكمان في طعم الكيك. هنكرر اللي عملته في اول طبقة كده في الثلاث طبقات اللي فاضلين. الطبقة الاخرانية اللي هي بتكون الوش مش هنحط فيها توبنج. هقول لكم بقى على طريقة التوبنج ده. التوبنج ده بستخدم لكل كيلو فراولة كوباية مليانة من السكر. انا استخدمت النهاردة في التورتاية حوالي نص كيلو من الفراولة، يعني عملت نص كيلو وفضل معايا كده حوالي معلقتين 3 من التوبنج. نص كيلو فراولة حطيت عليهم نص كوباية من السكر وعصرة ليمونة خفيفة جدا، وكمان حطيتهم على النار يغلوا حوالي 5 6 دقايق لغاية لما الفراولة طابت معايا ودابت كده في قلب السكر. سبتهم على نار هادية وكمان بحط عليهم ربع كوباية من المية، ولو احتاجت مية كمان بضيف لها بس حاجة بسيطة بحاجة بسيطة لغاية لما يديني توبنج بالقوام ده. بنحشي بالتوبنج ده اي تورت احنا عايزينها. بعد ما خلصت كده كل طبقات الكيك تقفيل زي ما شفتوا كده في اول طبقة، ببدأ كده ان انا اجلس التورته من الجوانب. الصورة اللي احنا عاملينه كده في بين كل طبقة والتانية واحنا بنحط التوبنج حافظ لي كده ان التوبنج ما يطلعش بره وانا بجلس التورته في الوقت ده. بحط كده الكريمة على جوانب التورته وببدأ ان انا اجلسها. تقدري بقى كده تجلسيها بالمقطع بتاع الحلويات، بسكينة بمعلقة بسباتيولا، جلسيها بأي أدوات متوفرة عندك في المطبخ. طبعا أنا كنت عاملة تجليس التورت ده أكتر من مرة معاكم في الفيديوهات، فإن شاء الله تكونوا عارفين التجليس وكمان تكون الطريقة واضحة قدامكم. الكريمة ما شاء الله متماسكة، حافظوا كده أو خدوا بالكم من النقاط البسيطة أو الصغيرة دي. تماسك الكريمة هو اللي بيساعدني في إن أنا أطلع تورتاية الشكل بتاعها منتظم زي اللي بنشتريها من بره وأحسن كمان. كمان الكريم باستر بيدي قوام حلو جدا للكريمة وتماسك. وبديل الكريم باستر بنحط معلقتين كبار من الكريم كراميل او بودرة الكريم كراميل اللي بنجيبها من المحلات. بنحط معلقتين كده ندوبهم في شوية مية ونحطهم على الكريمة واحنا بنضربها. جبت كده شوية من الكريم شانتيه وحطيتهم في قمع حلواني وعملت كده روزيتات على حوالين التورته زي ما انتوا شايفين. وكمان الفراولة بتاعتي غسلتها كويس جدا ونشفتها وبدأت ارصها كده على التورته. وفي كيس كده حلواني حطيت شويه من الكريم شانتيه المضروب وعملت كده روزيتات حوالين التورته زي ما شفتوا دلوقتي. وكمان جبت الفراوله بتاعتي غسلتها كويس جدا ونشفتها، اتاكدوا ان هي ناشفه علشان ما تبهدلكمش التورته. وبنبدا ان احنا نرصها بالشكل ده. التزيين هنا حسب الرغبه وحسب المتوفر عندك في بيتك. جبت كمان صوص جيلو وحطيته في كيس حلواني وفتحته فتحه بسيطه جدا، وبدات اعمل الشكل او النقاط اللي انتوا عاملينها كانها وردات كده او فراولات صغيرين. الشكل حلو جدا، وزي ما قلت لكم التزيين هنا حسب الرغبة وكمان حسب المتوفر عندك، لكن على قدر المستطاع حبيت اطلعها لكم زي ما بتشتروها من المحلات. سعرها غالي جدا، سعرها عدى 300 جنيه، مع انها سهلة جدا وبسيطة وما كلفتناش حوالي كيلو من الفراولة، ما خدتش كيلو فراولة كامل. وطلعت معانا بالنتيجة وكمان بالشكل الحلو ده، يعني لو حسبناها بالورقة والقلم هتطلع طبعا اوفر بكتير من اللي بنشتريها من المحلات. وكمان حاجة انت عاملاها بايدك في البيت هتطلع ان شاء الله احلى من اللي بنجيبها من بره. تعالوا بقى كده نقطع التورته بتاعتنا علشان نشوف الطبقات وكمان نشوف الشكل الجمالي بتاعها من جوه. هشه جدا وطريه، وكمان عايزه تاخدوا بالكم من حته وانتوا بتقطعوا اي تورته عامه قطعوها بسكينه مشرشره اللي انتوا شايفينه قدامكم ده والترانش ده علشان تطلع القطع منتظمه كده وما تتبهدلش مننا. شايفين ما شاء الله التوبنج مديها شكل وطعم حلو جدا.
وكمان سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. الكيكة ما شاء الله اللهم بارك مرتفعة واسفنجية، وكمان بثلاث بيضات بس عملنا كيكة حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى كده نقطع حتة بالشوكة. شايفين ما شاء الله هشة وطرية ومرتفعة وكمان اسفنجية جدا. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل علشان لما ننزل فيديو جديد يوصلكم اشعار. وما تنسوش تبصوا بصة كده على صندوق الوصف، عنوان الفيديو بتضغطوا عليه بيظهر لكم صندوق الوصف، هتلاقوا فيه شوية وصفات ولينكات حلوين جدا. واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.